يلا بينا نكمل رحلة الثقة في النفس. حاجة مهمة جدا لازم تعملها تحديد الأنماط المتكررة، خطوة مهمة جدا وأساسية عشان تحسن حياتك. لما تبتدي تلاحظ نمط بيظهر في تفكيرك زي الأفكار السلبية، القلق الزيادة عن اللزوم، هتتعرف أكتر عن نفسك وهتفهم مصادر الحقيقية للمشاكل اللي أنت بتواجهها. حاول تقعد مع نفسك وتفكر اللحظات اللي بتتكرر فيها الأفكار السلبية. ممكن تبقى لحظات معينة، مواقف معينة، واكتب ملاحظات على موبايلك، في نوت بوك، وات، سجل الأنماط اللي أنت بتاخد بالك منها. إيه الحاجة اللي لما بتحصل بتجيلي فكرة سلبية؟ حاول تاخد بالك من تكرارها. بعد ما تعرف النمط حاول تفهم إيه السبب من وراها. هل هي بسبب تجربة سابقة فهو حاجة مش فاليد يعني، أو قلق من حاجة معينة؟ افهم السبب لأن ده هيساعدك تتعامل مع النمط ده. ولما تلاقي النمط السلبي عايزين نقلبه لنمط إيجابي. فلو أنا دايما بفكر إن أنا مش كفاية، أنا محتاج أغير النمط ده، إن أنا أبتدي أدور على كل الأسباب ليه أنا كفاية، مين الناس اللي حواليا، مين الناس اللي بحبها. والموضوع ده محتاج صبر ومحتاج تفضل مركز على هدفك، لأن التحسن تدريجي مش بيحصل في يوم وليلة. بالتحليل والتفكير في الأنماط دي هتقدر تتحكم في أفكارك وبالتالي تواجه تحدياتك بثقة أكتر.